أزمة يرأسها الرئيس رئيس الوزراء. شكرا جزيلا لك. نعم، أعتذر للمقاطعة سيدة فابيولا بدوي، لكن ننتقل لمتابعة وزير الطيران المدني شريف فتحي والمؤتمر الصحفي المرتقب ومزيد من التفاصيل ربما. مساء الخير جميعا. مساء الخير جميعا. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. قبل ما نبتدي اسمحوا لي ان احنا نراعي بعض الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها. and I will translate to English thereafter if you have any questions. I don't know if we have the foreign press seated in one area or how is it? How many persons or journalists representing foreign press? Oh, you all require English translation. Okay. I'll start first in Arabic and then I will address your questions thereafter. طبعا النهارده يوم صعب جدا ويوم كلنا متأثرين بيه، مش بس احنا في مجال الطيران المدني عشان ركابنا وزمايلنا، بس بتصور مصر كلها. وحتى انا بيجي لي يعني اللي ورا مش سامع كده كويس. فانا عايز ان احنا نراعي ان احنا النهارده في يوم صعب شويه، وفي ارواح لركابنا وفي ارواح لزملاء لينا على المحك في هذا الموضوع. واسمحوا لي النقطه الثانيه ان انا هستعمل كلمه الطائره المفقوده حتى يتم ايجاد حطام الطائره. احنا ما بنتكلمش على فرضيات علشان في اهالي للناس وفي اهالي لزملاء لينا. احنا كلنا حاطين ماسكات علشان نقدر نأدي شغلنا، انما طبعا الكل حزين حزن شديد جدا. فبرضه هنستعمل بأكد تاني موضوع ان او كلمه الطائره المفقوده الى حين ما نجد الحطام او نتاكد من مصير الطائره تاكيد كامل. وان كان هناك بعض يعني عايز اقول الفرضيات اللي احنا ممكن نتكلم عليها، بس اسمحوا لنا نلتزم بالتعبير المهني لهذا الموضوع. خليني احاول ان انا اتكلم على اللي حصل النهارده. يمكن انتوا شفتوا حوالي 7 بريس ريليزز او بيانات صحفيه. البيانات الصحفيه كانت بتتكلم على وصلوا 9. معلش فانا ال9 بيانات صحفيه بتوعنا النهارده كانوا بيحاولوا كل معلومه بتوصل عندنا احنا كنا بنحاول نوصلها لكم بقدر الامكان وباقصى سرعه، وبنحاول نتحرى الدقه لان احنا شفنا حوالينا في تنبؤات كتير. يعني انا شفت اكتر من قناه جابت اكتر من محلل والاثنين راحوا عكس بعض نهائيا. في ناس بتفترض حاجه وناس بتفترض حاجه عكسها. فانا بدعو الكل خلينا نتوقف عن الافتراضات ونمشي في الخطوات المظبوطه اللي هي ايجاد الاول الطياره هي فين، ونبص على اللي هنلاقيه اذا كنا هنلاقي الطياره او حطام الطياره، وبعدين نبتدي بعد كده نعمل الشغل بتاعنا مظبوط ونقدر نوصل للاسباب اللي احنا عايزين نتكلم فيها. بس ده مش معناه ان احنا بننفي فرضيه ان يكون عمل ارهابي ولا بننفي فرضيه ان يكون في اي حاجه تكنيكال. بدري قوي ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. اللي حصل النهارده ان الرحله رقم 804 يوم 18 مايو القادمه من باريس اختفت على رادارات الخاصه بالاير نافيجيشن او الملاحه الجويه حوالي الساعه 42 دقيقه بتوقيت القاهره. الطياره كانت من طراز ايرباص 320. طراز 320 بتاخد 16 راكب في البيزنس كلاس و129 راكب في الايكونومي، وكان عليها 56 راكب ان توتال، وعليها 7 من الكرو زملاء وعليها 3 زملاء في السكيورتي. اخر كونتاكت حصل ما بين الطياره وما بين برج المراقبه كان الساعه حوالي 2:30 صباحا، وبعد كده الطياره فقدت على الرادارات.
في حوالي الساعة 52 دقيقة حصل شوية محاولات لمعاودة الاتصال بيها، بس 52 دقيقة تأكد ان احنا مش قادرين نتصل بالطائرة. الناشوناليتيز اللي كانت موجودة او الجنسيات اللي كانت موجودة على الطيارة هي 30 راكب من الجنسية المصرية، راكب واحد من الجنسية البريطانية، واحد من بلجيكا، 2 من العراق، واحد من الكويت، 15 فرنسي مع طبعا رضيع، وواحد من السعودية، واحد من السودان، واحد من تشاد، واحد من البرتغال، واحد من الجزائر، وواحد من كندا. الفاميليز للركاب، الحقيقة أول حاجة احنا حبينا نركز عليها لما حصل الموضوع ده ان احنا فكرنا في العائلات. فاحنا حاليا مستضيفين عائلات الركاب بتوعنا من كل الناشوناليتيز في القاهرة هنا في احد الاماكن الخاصة بينا، ومحجوز لهم فندق يقدروا ان هم يرتاحوا فيه، وهيتنوهم في استضافتنا الى حين ما تظهر الامور وتتضح الرؤية. ونفس الشيء بالنسبة للركاب اللي موجودين في فرنسا او عائلات الناس اللي موجودين في فرنسا، هم برضو في ضيافتنا، وسيتم منحهم تذاكر مجانية للحضور الى مصر مع الاقامة في مصر برضو للاطمئنان على سير الاحداث عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. الناس كلهم اسكورتد ومعهم ناس من التيم بتاعنا المتخصص في التعامل مع مثل هذه الامور. وطبعا عمرنا ما هنكون قادرين ان احنا نلبي احتياجات الناس بالشكل الكبير، لان ده مش موضوع استضافه وضيافه، انما بقدر الامكان بنحاول ان احنا نخفف من القلق والتوتر اللي هم موجودين فيه. ده كان سرد سريع للحقائق او للملخص بتاع ال9 بيانات صحفيه اللي احنا عملناهم والحقائق اللي احنا وصلنا لها. واتفضلوا حضراتكم، ممكن الاسئله اللي انتوا عايزينها. يا فندم، طرق البحث عن الطيارة، الحقيقة في عندنا بحث من الجانب المصري بالطائرات عن طريق البحر، عن طريق البحرية، وبرضو الجانب اليوناني الحقيقة مشكورا ساهم بطائرات وساهم بقطع بحرية في موضوع البحث. معالي الوزير، هل مش هيتم الكشف عن الحادث الا بعد الاستدلال على اي احتمال من الطائرة حتى لو لم يفسر؟ اكيد، لان الحادث ما فيهوش اي معلومات يعني اخرى غير انك انت في طياره اختفت، والاسباب قد تتعدد لهذا الاختفاء. العلم بيقول يا فندم الطياره اختفت من على الشاشات الراداريه، لابد من حدوث حاجه للطياره. ما هو اكيد هو حدثت حاجه، بس هل الحاجه we're gonna go in English thereafter, okay? So I'll finish in Arabic and then we will go to English, okay? بالنسبه لاهالي الضحايا في الكاترينج لعدم الحصول على معلومه اما بالاطمئنان او اما بالحاجه، فهل اهالي الضحايا هيظلوا موجودين داخل الكاترينج بلا اي معلومه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، لماذا تم رفع الليسته بتاعه الرحله من على السيستم المصري؟ خاصه احنا عايزين نعرف الركاب، عايزين نعرف اساميهم، عايزين نعرف جنسياتهم. طيب خلينا نرد الاول على الجزء الاولاني، ان الركاب احنا بندي لهم المعلومات اللي موجوده عندنا. يعني لو حد عايز يعرف النهارده الطياره وقعت ولا ما وقعتش، او الطياره ايه سبب الحادث اللي حصل فيها، احنا ما نعرفوش. فاحنا كل اللي موجود عندنا بنزود بيه اهالي الركاب بتوعنا واهالي برضو زملائنا، وفي نفس الوقت هم موجود عندهم تلفزيون بيشوفوا ايه اللي بيحصل حواليهم وهكذا. بالنسبه للسؤال الثاني كان ايه؟ بنتكلم على موضوع رفع الليسته. طيب الحقيقه انا ما عنديش فكره عن موضوع رفع الليسته، بس اذا كان الزملاء رفعوا الليسته فيبقى ده رأفة بالناس. لان خليني بس يعني ما هو الجنسيات، اسمح لي بس اكمل كلامي. الجنسيات موجوده، بس خليك معايا بس. الجنسيات موجوده، بس احنا اذا راعينا البعد الاجتماعي بتاع نشر اسماء في الوقت الحالي ونحن لم نتاكد من اي حاجه لحد دلوقتي، واخد بالك ازاي؟ قد يكون فيها شويه اثاره لمشاعر الناس، واخد بالك؟ معالي الوزير لو سمحت، كنت حابب اعرف بس فكره التطرف لو سمحت يا فندم. واتضح ان الاخ اخوهم لغى رحله
العوده؟ يعني الحقيقه مش عارف التفاصيل ديت، بس نقدر ان احنا نرد عليها بعد كده. بس اسمحوا لي، بصوا يا جماعه اسمحوا لي بس اتكلم. طيب تخيلوا حضراتكم ان انتوا واقفين مكاني، هتردوا ازاي؟ بس بالراحه، بس خلينا نبتدي بس بالراحه، واحد. I'll do it all in English thereafter. So, you want me to reply in Arabic? No, but why don't we wait until we finish in Arabic first, and then I'll be all yours in English. Okay? Can we go ahead? يعني تفضل. شان. هو الحقيقة احنا مش لا احنا الحقيقة يعني ما فيش حاجة احنا ما كشفناش عنها. النهارده كان في تضارب ما بين موضوع ال 22,000 دي، احنا سمعناها مؤخرا دلوقتي، انا نفسي شفتها في الجرايد من الجانب اليوناني. انما كل المعلومات اللي كانت موجودة قبل كده كانت 37. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة لموضوع فتح التحقيق، أنا برجع تاني بقول، ما تسمحي لي بس أما أنا هرد عليك. إحنا ما قلناش، ما نفيناش فرضية التحطم خالص. إحنا كل اللي بنقوله هنلتزم بس بالتعبير بتاع إن الطائرة مفقودة فقط، ولا نلغي أي فرضية. تمام؟ أيوة. هي مش عملية بتحطم، أنا ما بنفيش إنها اتحطمت. أنا بحاول أستخدم الاصطلاح المناسب لهذا الوضع. تمام؟ That is unfair to the foreign media, please. تمام؟ طيب احنا ما لقيناهاش لسه. يعني انا النهارده لما الاقي الطياره اقول هذا الكلام يا جماعه. اذا كان حد اخذ فرضيه التحطم، انا مسؤول عن يعني اسمحي لي، انا بقول اللي انا شايف ان احنا انا شايف ان احنا excuse me. Can I say something? Do you have any? ممكن نهدى شوية بس عشان نسمع بعض. ممكن نهدى عشان نسمع بعض. Do you have any problem with moving to English after I finish in Arabic? Yeah, but I want to do that. Sorry, I cannot just comply with what you want. You will ask the question in English, and I want to do it with the English-speaking journalists in order to address you all at once. But all journalists are asking Arabic questions, which means it's unfair to the foreign media. Yeah, but I'm addressing the Arabic-speaking journalists first. I'm extremely sorry. I have to move forward. I can't handle that. تفضل هشام. هشام تفضل. مشاعر الاسر الكام، لكن هو في تساؤل زي ما الزميله اميره قالت ان النزاعات الاجنبيه، خصوصا النزاعات الاجنبيه بدات نفس اللعبه بتاعت روسيا وايطاليا، كانت اذاعت ان الطائره كان في تدرج في الانخفاض. طبعا هو يفرق جدا لو في تدرج في الانخفاض عن السقوط المفاجئ 37,000 قدم والاختفاء على شاشات الرادار. مش عايز اتكهن ومش عايز اعمل زي بعض لكن دوت من خبره سابقه ان الاحتمال بيكون اكبر للعامل التكليفي. وحضرتك بين الاحتمالين دول حضرتك بتنفي توزيع احدى النزاعات الاجنبيه، ولا حضرتك يعني اولا كان تعامل ممتاز جدا من الصبح من الاعلام المصري الطيران، كان في شفافيه مطلقه، كنا بنعرف كل البيانات، واحنا طبعا بنشكر الجهاز الاعلامي على الدور اللي قام بيه. لكن احنا النقطه دي مهمه جدا حضرتك، ان هي في عالم الطيران او خبراء الطيران ان السقوط المتدرج ان ده بيشير لحاجه معينه، والسقوط المفاجئ بيشير لحاجه ثانيه، والاختفاء من على شاشات الرادار بيشير لاحتمال ثاني خالص. بص استاذ هشام، لما تكون انت مسؤول
انك تدي تصريحات، واخد بالك ازاي؟ وعايز ان يكون في مصداقيه في التصريحات اللي انت بتديهم، هتتفادى انك انت تبني تصريحاتك على فرضيات. احنا سمعنا النهارده، انا قريت قبل ما ادخل عندكم هنا النهارده، قريت فرضيات شكلها جميل قوي بتقول ان ده حادث ارهابي، وقريت فرضيات يعني شكلها مش جميل قوي بس اهي بتقول ان الموضوع كان موضوع فني. النهارده بدل ما ادخل واتكلم زي الناس دي ما بتتكلم بيزد على فرضيات مش مبنيه على حقائق، انا بقول الاتي: الى ان اجد حطام الطائره، انا شخصيا كشخص، يمكن غيري ممكن يعمل كده، مش موقف بقى مختلف من حكومه او غيره او الكلام ده كله، انا كشخص مش هستعمل اصطلاح انها تحطمت الى ان اجد الحطام. ممكن تكون النسبة بتاعت الحطام يعني عايز اقول لك عالية جدا، بس انا عايز التزم بالحرفية في اختيار اللفظ لو سمحتوا. هو في الاخر اختيار اللفظ لن يغير في الامر شيء، لان الفرضية دي موجودة والفرضية الثانية يعني قليلة شوية. تمام؟ كان في تقارير رسميه بتتكلم عن الحاله الفنيه للطياره في 2013 انها كانت اصيبت بخلل قبل كده، وده ادى لعطل فيها اثناء رحله جويه ليها خارج مصر. انا هحاول اجاوب على النقطه دي بشكل واضح شويه، واعذروني في الاصطلاح اللي انا هقوله، ده كلام فاضي. دي مش عربيه الموتور بتاعها بيتكتك وهنمشي بيها شويه، دي طياره. يعني النهارده اذا كانت طياره فيها عطل معين، الطياره بيبقى ليها برنامج صيانه، العطل بيتصلح وبترجع تمشي تاني، وبنشيل مكنه من طياره وبنحط مكنه بدلها، والمكنه بتتاخد وبيتعمل لها عمره، والطيار بيبقى عنده تشيك ليست عليها، والمهندسين بتعمل عليها تشيكس. مفيش حد هيطلع بطياره فيها عيب يا جماعه. يعني الكلام ده انا مش عارف الحقيقه ايه مصدره. ازاي انا النهارده بتكلم على طياره كانت عطلانه في 2013 مره؟ طب ما احنا عندنا طيارات عطلانه كانت من اسبوعين ثلاثه واتصلحت. يعني ده معناه ان احنا نستبعد الخلل الفني اللي ممكن يكون ادى. انا الحقيقه ما قلتش كده خالص. انا كل اللي بقوله ان هناك من قال ان الطياره دي او حاول يبني فرضيه معينه ان الطياره دي وقعت او وقعتش او غيره نتيجه لخلل فني، وربطوا باللي حصل في 2013 اللي كان فيها عطل. ده كلام فاضي. يعني تكنيكالي اصلا في عالم الطيران ما ينفعش تربط الحاجتين دول ببعض. بس اسمح لي بس ثواني اكمل. دي حاجه، انما انا لا انفي فرضيات اخرى. انا كل اللي بقوله النهارده ان احنا لازم نمشي شويه شويه مع الخطوات اللي احنا ماشيين فيها عشان نقدر نوصل لكلام مؤكد، لان زي ما بقول لحضراتكم انا قدامي النهارده تقارير، واحد بيقول يمين وواحد بيقول شمال، وصعب انك انت تمشي مع اي واحد فيهم بدون حقائق. مع الوزير بعد حاتم ملاوي من CBC اكسترا، كان يتردد يا فندم وشفنا في البيانات المرسله الموجوده على مصر للطيران وجود نداء استغاثه تم تلقيه بخصوص الطياره وتم نفي الموضوع. عايزين نعرف ايه صح ولا خطا؟ الحقيقه الخبر المثار بوجود ان احد المراكب شاهدوا ضوء في السماء بيتم استدلال بده ان ربما يكون تم وجود عمل ادى الى سقوط الطياره. مدى صحه الخبرين؟ هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للموضوع بتاع ان كان في نداء استغاثه. ده كان حصل ان في احد الاشخاص او الافراد تصرف يمكن مش صحيح، وادى معلومه انه هو حصل هذا الموضوع، والزملاء عندنا نقلوا الكلام ده، ولما عرفوا على طول ان الكلام ده مش مظبوط ونفس الشخص رجع نفى تاني، فاحنا صلحنا هذا الموضوع. بالنسبه لموضوع مركب شاف حاجه بتنور وحاجات زي كده، يعني مش مستبعده، يعني ما جاتلناش حاجه رسميه وما عندناش اي دلائل على هذا الموضوع. هنسمع حاجات كتيره جدا. فرصه وجود حضرتك عشان بالظبط. فانا بحاول اوضح، فارجو انه يعني عشان انا بحاول اتمسك بالحقائق، يعني ما تلومونيش على هذا الموضوع، لان انا عايز اوصل لحقائق مش تنبؤات، والا مش هنخلص. هتقروا بكره تنبؤات جديده وهيطلع خبراء. اسمحوا لي بس اكمل كلامي. هتلاقوا خبراء طالعين بيقولوا كلام وتحسيرات وناس، وفيهم الحقيقه ناس انا ما سمعتش عنها قبل كده وبتتكلم في هذا الموضوع. فرجاء خلينا ناخد الامور بشكل واقعي وفي حقائق. ثواني بس بعد اذنك استاذ هشام. اتفضل. الموقف يعني يدعو للظلم الشديد، ولكن الجانب الفرنسي طلب من مصر الطيران بعض المعلومات عن الركاب وعن الليسته بتاعت الطياره وصيانتها والكلام ده. هل ده صحيح؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، اللقاء اللي سيادتك حضرته مع سياده الرئيس الصبح انتهى من حوالي ساعه. التوقعات والاحداث اللي هي ما بعد ذلك
يعني ما بعد الحادثات بقى فجرت سقطت تحطمت والى اخره ما بعد ذلك. وهنا في نقطه لازم نشيلها للجميع وخاصه الاعلام التعبطي، ان عمليه الاستغاثه اللي كانت مقصود بيها يعني الطياره اتخطفت، يعني الطياره اتفجرت، لازم نوضح. ومنطقه الانطلاق من المحطه هي المسؤوله، يعني شارل دي جول هو المسؤول عن اي خلل موجود في الطيارات في مصر الطيران، مش احنا. لازم يتوضح كل الكلام ده عشان ما يستغلش استغلال سائد زي كل مره. انا معاك 100%. لازم نوضح. انا معاك 100%، انما خليني ارد على الاسئله اللي انت قلتها. السؤال الاولاني لما بتتكلم على هل طلب منا بعض البيانات او غيره، طبعا لو طلبت البيانات احنا هنتعاون في هذا الموضوع، وهي موجوده عندهم، يعني هي موجوده البيانات اصلا ان الطياره طالعه من فرنسا او من باريس. الحاجه الثانيه هي ايه اللي تم النهارده في الاجتماع مع سياده الرئيس. سياده الرئيس طبعا وجه ان احنا نمشي في التحديات والحقائق، وان نعتمد على الحقائق وليس التنبؤات والكلام المرسل. نمره 3، اول ما نمشي في الطريق بتاع الحقائق ونقرب منها، الرد بتاع الكلام اللي حضرتك بتقوله عن مين المتسبب احنا هنمشي وراه ومش هنسيبه، ومش هنتكلم احنا كمان من ناحيتنا كلام مرسل. يعني لو تلاحظوا حضراتكم انا بتفادى الكلام المرسل، فيوم ما يبقى عندي حقائق لن اتكلم كلام مرسل. بس عايزين نقول المسؤوليه من نقطه الانطلاق يا فندم. لو المسؤوليه واضحه جدا واضحه جدا يا زلمه. احنا شلنا الشيله في شكل الشيل، يبقى غيرنا يشيل الشيله. واضحه جدا واضحه جدا. طيب يعني تتخيلوا انا اعمل ايه؟ طيب يعني في اكتر من 10 بيتكلموا مع بعض، اتعامل انا مع الموضوع ازاي؟ يعني انا اعمل ايه؟ سياده الوزير، ده اجراءات بيتم اتباعها في حاله حدوث كارثه للطائره. تمام. في لجنه تحليل حوادث، في لجنه مشكله للشركه المصنعه، للشركه اللي عليها ضحايا. عظيم. الدوله اللي عليها ضحايا. هذه اجراءات، فهل هننتظر حتى نهايه التحقيق حتى نحاسب من ارتكب هذه الجريمه ان كان فيها شق؟ امال نروح نحاسب من غير ما يبقى في عندنا حقائق؟ يعني ايه البديل؟ لا ده موضوع اخر دلوقتي. بص ما نحاولش نربط حاجتين مختلفين عن بعض. خلينا في الحادثه اللي احنا فيها النهارده. احنا بنتصرف تصرفات مظبوطه. هل النهارده انا ما امشيش في اجراءات التحقيق واروح احاسب حد وانا مش عارف ايه اللي حصل؟ ما ينفعش. اتفضل. معلش يا جماعه ثواني. بعد دقائق مجلس البيان بتتحاسب على الحاسب. دي الحاجه الثانيه الجمعيه المصريه بكل سطور وزاره الطيران المدني والاتفاق. ليه في تضارب؟ بص هو يعني ليه احنا ماسكين في موضوع الكلمه ديت بالذات؟ انا بتكلم بقول حاجه، اسمحوا لي ثواني بس. هل احنا لقينا الحيطان؟ هل لقينا سنه او 6 شهور يقول مفتوح. ايوه ما انا عارف. انا مش عايز ادي امثله، والله معاك حق. شهور يقول مفقود. قعدنا شهور في الطياره الاندونيسيه بيقولوا مفقوده، عشان كده انا برضو اسمحوا لي بس. انا قلت حاجه، انا قلت لا انفي فرضيات ولا انفي اي شيء. انا بحاول التزم بالكلمه الصحيحه اللي ممكن تستخدم في مثل هذا الوضع دلوقتي. الحادث وقع دلوقتي حوالي 10 ساعات، بيقترب من 10 ساعات دلوقتي. انا سامعك. واختفاء الطائره حدث على 37,000 قدم. ده معناه ان لو كان الطائره حصل لها اي حاجه على الارتفاع ده هيبقى مساحه البحث كبيره جدا في البحر. فهل تم التنسيق مع دول اخرى ان هم يساعدونا في عمليات البحث على الطائره عشان ما نستغرقش وقت اطول؟ يعني هل في الهدف من الدفاع والامن القومي دلوقتي؟ فهل تم الاتصال باي دول للتنسيق معها؟ في اتصالات عملتها وزاره الدفاع مع دول اخرى، وانا عندي علم بالجانب اليوناني ومدى مساعدته الكبيره لينا في هذا الموضوع، وتاكد ان هم فكروا في هذا الموضوع، يعني كان في تحليل ان ايه اللي ممكن يحصل ونسبته قد ايه. يعني ليها شويه، يعني عايز اقول الناس اللي عندهم خبره في الموضوع ده بيبقوا عارفين يوجهوا البحث بتاعهم ازاي، بس ده حصل حقيقي. اذا كان التنسيق ما بين ثلاث دول يعني I'll come back to English. ازاي تفسر حضرتك ان الجانب اليوناني يؤكد ان الطائره سقطت من ارتفاع معين
معين وانحرف ب 90 درجه والجانب الفرنسي بيؤكد انها سقطت، في حين احنا بنتكلم في حوالي 10 ساعات وفي تنسيق. يعني المفروض التنسيق ده معناه ان التصريحات تكون تتم بالظبط كده. انا بقول ايه؟ انا بالنسبه لي ما عنديش معلومات ان هناك حطام تم العثور عليه. يمكن لما نتواصل معاهم نفهم ايه سبب التصريحات ديت، واخد بالك ازاي؟ هي مش تصريحات، مش ما اقدرش اقول انها غلط او جرم، بس احنا بنلتزم. انا بقول من عندنا احنا ملتزمين بس بكلمه بلفظ، واللفظ ده استخدم قبل كده، ان حتى وجود الحيطان فهي مفقود. ده بالنسبه لي انا على الاقل. اتفضل. بالنسبه لاجراءات تامين الطياره في مطار شرم الشيخ، هل ممكن حضرتك تدينا فكره ازاي تتم اجراءات التامين وقت وصول الطياره لحد مقابلتها؟ الطياره كانت جايه منين يعني؟ الرحله السبب للطياره هل كانت من مطار القاهره ولا من بص، اجراءات تامين الطياره هي اجراءات تقريبا عالميه، يعني انت بتعدي على نقط تشيكس وحاجات زي كده، فما فيهاش حاجه يعني عايز اقول مميزه يعني، واخد بالك؟ والمفروض ان الطياره بتطلع من اي نقطه، المفروض انها بتكون معقمه بالاصطلاح الامني اللي بيستعملوه، ان الطياره بتكون معقمه. اتفضل 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 اتفضل. انا احمد الاشهر من روسيا يوم موسكو. وسائل الاعلام في موسكو تتحدث عن ان الاستخبارات الروسيه توجه على الارهاب وراء ما حدث للطائره الروسيه في النهايه. وهناك وجه شبه ما بين اسقاط الطائره الروسيه في وسط سيناء والطائره التي حدث اليوم، ان قائدي الطائرتين لم يرسلا اشاره استغاثه. الطائره الروسيه ربما اعتمدت التفكير بتاعها على فصل الدين عن الطائرات. فهل تقول كما قالت الاستخبارات الروسيه وسائل الاعلام هناك في موسكو ان عمل ارهابي وقع اليوم وراء الطائرات؟ انا لا يعني ما بشيلش او ما بستبعدش الفرضيه دي، واخد بالك ازاي؟ بس انا برضو لازلت بقول ايه؟ انت بتقول لي معلومات استخباراتيه، معلومات فرضيات، معلومات كذا. انا مش جاي اتكلم عن فرضيات. موقعي انا لا يسمح في الدوله صاحبه الطياره ان انا اتكلم على فرضيات، وده خطا كبير جدا. انما في ناس كتير بتحب تتكلم عن فرضيات، احنا طبعا بنتواصل معاهم وبنشوف الفرضيات دي مبنيه على وقائع ولا ايه بالظبط. وما تنسوش ان احنا لسه معدي على الموضوع يعني كام ساعه، زي ما الزميل كان بيقول دلوقتي ان في حاجات قعدت سنه وسنتين على ما وصلنا للاسباب الحقيقيه لحدوثها. مش عارف الحقيقه ليه لما بتبقى حاجه ريليتد لينا احنا عايزين نحلها في خلال 7-8 ساعات. احمد سنة اتفضل اتفضل اتفضل. تمام. بس في اجراءات بتتعمل عشان يتم الاعلان عنها، ازاي كيفيه البحث، المساحه اللي بتبحثوا عنها، النقطه اللي انتم متوقعين ان انتم ممكن تلاقوا فيها خطاب الطياره، الصندوق الاسود بتاع الطياره والخطاب الاسود، يعني اشارات معينه للاقوى الصناعيه او الاجهزه بتاعها. هل المؤشرات دي كلها موجوده في حادثه او في الواقع اللي احنا فيها دي؟ في الحقيقه هم الناس المختصين في هذا الموضوع بيشتغلوا بنفس الطريقه ديت يا استاذ، يعني هم بس شويه مؤشرات، يعني شويه معلومات. ما اقدرش اقول لك غير ان هو المكان اللي كانوا حصروها فيه كان جنب جزيره اسمها كارباثوس، والبحث شغال وكل شويه بيوسعوا المسافه بتاعته لان ما كانش فيه احداثيات. هم قالوا انه هيحصل حظر طيارات فوق المنطقه لمده 40 او المساحه 40. هل المساحه دي يعني كبرت دائما؟ الحقيقه ما عنديش علم عن هذا الموضوع ده بيقوم به الناس المختصين، فرق اللي هي البحث والانقاذ، والحقيقه ما دخلتش معاهم في التفاصيل كم ميل يمين وشمال والحاجات دي كلها. نطاق عمليات البحث، يعني نطاق عمليات البحث الفنيه، خصوصا نطاق وسائل الاعلام في نقطه معينه بنتكلم عليها. هل فعلا 280 كيلو متر من سواحل مصر؟ يعني نطاق البحث بس هو نطاق البحث في المنطقه اللي هي جنوب الجزيره، وكل شويه بيتوسع البحث بناء على المعطيات. يعني عايز اقول ايه، هو ما بيجيش يشتغل بيجي واخد نقطه ويتن مركز على النقطه ديت وقاعد يعني في مرونه ان هو بيغير مكان البحث حسب المعطيات وحسب الانديكيشنز اللي موجوده عنده. تمام؟ اتفضل الاستاذ يوسف. يلا. عن وزير خلال أزمة الطائرة الروسية هناك بل دول سبقت التحقيقات وعملت عن
وفرضيات واستغلت هذا الامر وابتزت مصر اسوء ابتزاز. دلوقتي احنا في حاله اخرى، في مرحله ثانيه وهي حادث اخرى. فهل هناك خطوات تم اتخاذها لعدم قيام اي حكومه او دوله باستباق الاخلاقات وعدم ابتزاز مصر مره اخرى؟ وبتتعاونون مع الجانب الفرنسي؟ هل طلبتم مثلا صوره من تفتيشات الطائره ساعه عندما خرجت من المتأشر بجولة؟ تأكد ان في تعاون كبير بيننا وبين الجانب الفرنسي، وتأكد ان الاسباب الحقيقية لهذا الموضوع اول ما نوصل لها هتعلن في العلن، ولن يتم تناول هذا الموضوع الا بشفافية كبيرة جدا، بس نوصل لحقائق معينة. احنا مش هنعمل موضوع ان احنا نروح ندي كلام مرسل ونقعد نتكلم عن فرضيات مش مؤكدة. احنا كنا بنعاني من هذا الموضوع وبنقول الكلام ده كلام مش صحيح، فما ينفعش ان احنا نعمله. احنا هنحاول نكون موضوعيين ونبني كل كلامنا بالتعاون مع الجانب الفرنسي الحقيقة، اللي هو ابدى تعاون كبير جدا ورغبة في التعاون معنا، وطبعا الشركة الصانعة يعني المحققين بتوعها ابدوا كلهم تعاون، وهنتعامل مع الموضوع بشفافية. بس الاول الحيطان، ونبتدي من اول الحيطان. مع الوزير تفسر اعلان هيئه الطيران اليوناني حظر الطيران 40 ميل من منطقه الاستراتيجيه. هو دايما انت بتحظر الطيران ملهاش دعوه بحاجه امنيه. انا بحظر الطيران يعني علشان اقدر اطير بالطيارات بتاعتي العسكريه، لان في طيارات سي 130 موجوده من الجانب اليوناني، وفي طيارات من عندنا، وفي بواخر بحريه او نيفي بتدور في المنطقه ديت، فهو بيحميها او بيامن لها الغطاء عشان تقدر تدور براحتها. انما الموضوع مش موضوع يعني ان في اخطار او حاجه زي كده، هو بيامن المنطقه بس. استاذ جمال اتفضل يا جمال. أعلن اليوم غرفة عمليات مطار القاهرة أنه لا يستبعد أي شيء من أن الطائرة تعرضت لحادث إرهابي، وأنه سيتم التأكد من ذلك بعد انتهاء لجان البحث. سؤال ثاني، هل حادث طائرة حضرتك مؤثر على حركة تشغيل مطار القاهرة ومطارات أخرى؟ لا، حادث طائرة ما أثرش حاجة عندنا بالنسبة للتشغيل، تشغيل عادي. بس السؤال اللي حضرتك بتسأله أنا جاوبت عليه، إنه أنا ما بستبعدش حاجة. يعني النهارده لا نستبعد الحادث الإرهابي أبدا. يعني احنا ما بنقولش إن ده مش حادث إرهابي ولم نستبعده نهائيا. بس كل ما في الموضوع احنا مش عايزين نعمل زي الناس اللي بتمسك فرضية صغيرة وتبني عليها نظريات. تمام؟ we will move to another place and do it in English only. Is it okay? Yeah, but then I'll switch to English and then Arabic again. Let me finish Arabic first and then we'll do. قول يا استاذ خالد. اتفضل يا استاذ خالد. هشام اتفضل. خالد اتفضل. اكيد مصر هي اللي هترقصها. ولا يعني خليني ثواني، انا اسف. النهارده لازم نقعد مع الجانب الفرنسي ونحدد هذا الموضوع. يعني لازم الموضوع ده يحدد مع الجانب الفرنسي. بعد ما نلاقي الحطام هتتشكل لجنه، وانا متاكد ان اللجنه دي هتكون لجنه مشتركه بيننا وبين الاثنين. كابتن مقدم فين؟ اسمحوا لي بس ثواني. في الحالات اللي زي دي بتكون ايه؟ الدوله صاحبه الطائره. اسمحوا لي بس ثواني. ممكن نسمع المتخصص هنا؟ دي واحده بس، دي واحده. اتفضل. ومن دولة فرنسا كدولة صانعة ودولة التصميم هتعين ممثل معتمد، من حقها تعيين ممثل معتمد. حصل تواصل ما بينهم وما بيننا النهارده. بعتوا لنا إدارة التحقيق الحوادث الفرنساوي واعلنوا ان هم يعني ابلغونا ان هم عايزين يعينوا ممثل معتمد. الممثل المعتمد ده حسب الملحق 13 من اتفاقيه شيكاغو للحقوق المشاركه في التحقيق. برضه تلقينا اتصال من الجانب اليوناني، تحقيق الحوادث اليوناني، عرضوا مساعدتهم. الحاجه الثالثه ان احنا برضه تلقينا من الجانب البريطاني، الجانب البريطاني ليه راكب في احد الركاب جنسيه بريطانيه، وطلب ان هو يعين حاجه اسمها ادفايزر حسب الملحق، ودي كلها مدعوه. احنا على تواصل معاهم، ودوله التحقيق هي مصر.
عظيم، شكرا كابتن ايمن. انا تسمحوا لي اتفضلي. اسالي يا استاذ طب انا ببحث بناء على ايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، مصر ايه الاجراءات اللي اتخذتها رسميا في البحث عن الطائر واي جهات بتقوم بالاتصال بيها؟ يعني سياده دلوقتي بيقول ان بريطانيا اتصلت بمصر واليونان اتصلت بمصر، مصر اتصلت بمين علشان تعرف الاجراءات الرسميه اللي احنا هنبدا نتبع عليها نشوف طيارتنا اختطفت ولا غرقت في الميه. دي حاجات اساسيه. حضرتك اقنعتنا ان ما زلنا عندنا امل ان الناس ترجع. كل الاهالي لغايه دلوقتي عندهم امل ان اولادهم. انا الحقيقه ما قلتش كده خالص. برضو انا ما قلتش كده. انا قلت انا لا انفي فرضيه، وان كان في فرضيات نسبتها عاليه، انما انا هستعمل الاصطلاح الذي يجب ان يستخدم في هذا الموضوع فقط لا غير. تمام؟ اسمحي لي بس نكمل بالكلام عشان الاسئله اللي انت حضرتك بتساليها احنا جاوبنا عليها اوريدي. يعني النهارده لما نيجي نتكلم عن طريقه البحث اكيد احنا بناخد اخر احداثيات كانت موجود فيها الطياره ونبتدي نوسع من هذا المكان دايره البحث. تمام؟ وفي ناس متخصصين دي شغلتهم. يعني النهارده لا انا هزايد عليهم ولا حد تاني هيعلمهم شغلهم، هم فاهمين شغلهم في الموضوع ده. تمام؟ ده تخصصهم. الناس دي طيب لو احنا عندنا تأكيد ان الطيارة وقعت في المكان ده، احنا بنبحث ليه؟ لان ده اخر مكان جات لنا منه احداثيات للطيارة. الكلام ده مش موجود في علم في الموضوع ده، مش طارد في الجو. اتفضل. من النيابة العامة ستتوجه الى هناك للاطلاع على الشخص واجراءات الامن زي الاجراءات بتاعت المطار وبتاخد اثناء الرحلة وقبل ايامها كما حدث معنا قبل كده بالنسبه للطياره المصريه. انا باكد الكلام ده. سياده الوزير لو سمحت. لما نوصل لهذه المرحله انا باكد هذا الكلام. ايوه، ما انا هاخد الاجانب وهروح بيهم في مكان تاني هنتكلم في الموضوع. سياده الوزير لو سياده الوزير تصل كتير من التكميلات اللي بيتم اتخاذها من جهات مقصوده ومستهدفه. يعني كل اغلب الجهات دول عملوا انفجار ايه نقدر ناخد من الشكيل نسال الشكيل المتخصصين في صيانه الرصاص 320 هل هناك عطل فني ممكن يحصل في الطياره يؤدي الى قطع الاتصالات بين الطياره وبين الارض في نفس اللحظه؟ وده سؤال هيختصر علينا كتير من التحديات وكتير من الخطوات. تمام. انا برضو عايز امشي في الاجراءات كما هي يجب ان تكون. مش عايز استخدم اي كلام حتى ولو كان هذا الكلام عن ايديه او يعني يقال من متخصصين. انا هاخد سؤالين كمان بعد اذنكم. اتفضل. ترسل هذه الدول بعمليات التحقيق فنيه او لجنه فنيه يعني عدم بالظبط. انت النهارده بتدور على الحيطان بس الاول، واخد بالك ازاي؟ وبعد كده هي في اجراءات ثابته ما احنا اللي بنبحث عنها، وفي مساعده بعض الناس احنا اللي بنبحث عنها. لا اليونان انا الحقيقه ما اعرفش، مش قادر اقول لك. انا بحب اتكلم عن الحاجات اللي انا عارفها كويس. انا قريت عن موضوع اليونان قبل ما ادخل عندهم. واخدين حضرتك ازاي؟ لم يؤكد لي الموضوع ده بشكل رسمي. هل لديكم تصور يا فندم؟ هل لديكم تصور؟ اتفضلي. انصراف ايه؟ ويقوم قسم العلاقات العامه هو اللي حل مكانهم. فتفسير حضرتك ده ايه اللي بيعتبر مختلف لان هو تم انصرافهم اول ما تم الاعلان عن لان اللي بيتعامل في الحالات اللي زي دي فريق اسمه سات تيم، بيبقى فريق مدرب على التعامل مع الحالات اللي زي دي. يعني الناس اللي بيشتغلوا النهارده مع اهالي الركاب دول فريق تاني خالص من العلاقات العامه وادارات اخرى مروا بتدريب معين عشان يقدروا يتعاملوا مع الامور دي.
فمش شرط ان هو يكون نفس الموظف هو اللي لازم يتعامل مع الحالات اللي زي دي. لا ابدا، بس مش تخصصه. يعني النهارده لو حصل حاجه معينه، ما هو مفيش طائرات في الوقت ده، هنديه كده لما يجوا على الميعاد الطياره اللي بعدها هتلاقي الموظفين اللي بيشتغلوا الهاندلنج بتاع الطياره موجودين، انما في التعامل مع الركاب ومع عائلاتهم في فريق تاني بيخش مكانه. اتفضلي. وايضا اللجنه الثلاثيه والنظر التي يمكن توظيفها واعضاء الحقيقه مش ما فهمتش انهي لجنه. حدثت المسؤولين عن انه سيتم تشكيل لجنه ثلاثيه، الساده الزملاء اللي بيتكلموا عن ذلك، انه سيتم تشكيل لجنه ثلاثيه، هل بالفعل سيتم تشكيل لجنه ثلاثيه؟ وهل بالفعل سيتم الاجتماع مع الجانب الفرنسي ام لا؟ اكيد هيتم الاجتماع مع الجانب الفرنسي بالاجراءات المتبعه دوليا في الحالات اللي زي دي. هل لديكم تصور للاستفاده من كل المنطقه اللي وقعت فيها الطائره من مصنفه بانها من اكثر المناطق اللي مراقبه في العالم؟ يعني ممكن دول غير ملهاش ركاب في الطياره بتراقب هذه المنطقه، ممكن تتواصلوا معاها وتستعينوا بقدراتها في مراقبه هذه المنطقه. دي نقطه. النقطه الثانيه، امتى تقدر وزاره الطيران المصريه تحسم لاهالي الضحايا، واحنا اكبر ضحايا عندنا من مصر، ان الطائره مفقوده او تحطمت؟ الجانب الفرنسي بيستخدم كلمه تحطمت في كل رواياته عن الحادث، وكذلك الجانب اليوناني وزير الدفاع اليوناني اتكلم عن ان الطياره انحرفت مرتين قبل ما تسقط. فامتى انا لو من اسر الضحايا حضرتك وزير الطيران المصري هتحسم لي اذا الطياره تحطمت بالفعل وهتتعامل معايا ان انا فقدت هذا الراكب من اسرتي، او ان الطياره مفقوده وما زال بحث لي، وهل في امد زمني لان احنا نحسم ده ولا لا؟ لازم هنحسم ده قريب جدا الموضوع ده، وانا لازلت بقول، ويمكن في احد الزملاء هنا كان بيتكلم على الموضوع ده، في احد الطائرات قعدوا سنه تقريبا بيكلموا عنها انها مفقوده. انا بحاول استعمل اصطلاح فقط، ولو كانت ان الفرضيات العليا بتتجه للاتجاه اللي اتكلم عليه الاخرين. تمام؟ فمش يعني احنا ما بنديش امل، يعني انا بقول بس فقط بنستعمل اصطلاح. دي حاجه الثانيه من ناحيه ان احنا بنتعاون مع الناس اللي في الجوار، بنبتدي نشوف اذا كان في صور اقمار صناعيه، في حاجات زي كده، الكلام ده موجود. معالي الوزير يا فندم، معالي الوزير فاضل. لا اسمحوا لي، انا الانجليش هنتفضل، هنروح مكان تاني. طيب Actually, I don't want to go to speculations here, and I don't want to go to assumptions. We prefer just to wait until we find the wreckage or how do you call it, of the aircraft, or identify what happened exactly to the aircraft, find some evidence, and then thereafter make our own assumptions about what happened. الفرنسي وما أطلق وكيف أنه أطلق على هذا الأمر بأنه تحطم الطائرة. أريد فقط أنني أقول أنني لا أنكر إمكانية حدوث هذا الأمر، لكن يستخدم المصطلح الصحيح، ولكنك لا تستخدم مصطلح تحطم الطائرة. أقوم باستخدام اللفظ الذي يمكن أن يصف الحادث الآن كشخص يعمل في مجال الطيران، ولست كقائد دولة أو رئيس دولة. سيدي، ما رأيك في أن وزير الخارجية الفرنسي؟ ده مش بتاع القاعة صح؟ Okay, again, I haven't seen, how do you call it, the bodies. I haven't seen how they call it, the wreckage of the aircraft yet. I'm only trying to be practical and أريد use فقط the أن أكون terms that are شخص used by عملي، وأقوم airlines باستخدام اللفظ أو المصطلح الذي يستخدم من قبل شركات الطيران في مثل هذه النوعية من الحوادث. فحتى الآن لم نجد حطام الطائرة، وحتى نجد حطام الطائرة فيعتبر طائرة مفقودة. قد يكون هناك احتمالية كبيرة أن يكون هناك تحطم للطائرة أو ما إلى ذلك، ولكنني فقط أقوم باستخدام المصطلح أو اللفظ الذي يمكن أن يطلق على هذا الأمر. وحالة الطوارئ التي أعلنتوها، ماذا عن هذا الأمر؟
هل سوف يكون هناك حاجة إلى فحص كل الطائرات المصرية؟ لا أرى سببا لهذا الأمر، لا أرى أن يكون هناك سببا لفحص كل الطائرات المصرية. دعوني ذلك لأن ربما تكون المشكلة فنية، قد تكون المشكلة مشكلة فنية، لذا فقد يكون من الأفضل أن يتم فحص الطائرات. إذا استمعت إلى ما تقولينه، نحن الآن نتحدث عن افتراضات، ربما قال البعض سمعنا كلها افتراضات، فنتحدث عن الحقائق. لا يمكنني أبدا أن أقوم بإلقاء بيانات بناء على الأقاويل أو الادعاءات أو الافتراضات أو ما إلى ذلك، فهذه ليست الطريقة التي ندير بها الأمور هنا. شكرا لك. لم يكن لدينا أي مشكلات أمنية مع أي من الركاب على الإطلاق، ولكن هناك تحقيقات جارية الآن، وأنا على يقين أن هناك دراسة لكل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. كذلك سوف يكون هناك أخذ الأمور الأمنية في الاعتبار، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة بشأن هذا الأمر. أنا لدي افتراضاتي الخاصة كذلك، ولدي كذلك الشكوك الخاصة بي، ولكنني فقط أريد أن أجنب كل هذه الأشياء جانبا حتى نصل إلى استنتاج حقيقي أو واقعي. ما يشغلني بشكل أساسي، لا أريد أن أقول لك هذا الأمر فأنت تجرني لأن أقول شيئا لا أود أن أقوله. أود فقط أن أستند إلى الطريقة العملية في إدارة الأمور، وأن أنتظر سير الأحداث وتسلسل الأمور. No, I don't have this concern. Thank you. كانت قصتي الأساسية أنه الساعة 2:48 كان آخر اتصال بالطائرة، وبعد ذلك اختفت الطائرة من على الرادار. نريد أن نعرف تسلسل الأمور، هل حدث هذا الحادث أو تم الاختفاء قبل الدخول إلى الأجواء المصرية أم بعد الدخول إلى الأجواء المصرية؟ نريد أن نعرف هذا الأمر. كذلك ماذا عن أفراد الأمن الذين كانوا على الطائرة؟ هل كان هناك، هل أمر معتاد؟ نعم، عادة ما يكون هناك 2 من أفراد الأمن موجودين على متن أي طائرة، هذا أمر معتاد وأمر طبيعي أن يكون هناك رجال أمن على الطائرة. أما إذا كنت تتحدثين عن الأضواء التي ادعت إحدى السفن أنها رأتها في السماء، فأعتقد أن هذا مجرد افتراض مثل بقية الافتراضات الأخرى، فلا يمكن أن نتعامل معه إلا بناء على إذا احتمالية وجود أدلة على هذا الأمر. أما بالنسبة لما تقوله الحكومة اليونانية، ولكنني لم أسمع ما تحدثت عنه، ولكنني على يقين سوف نقوم بالتنسيق مع الحكومة اليونانية حتى نرى ما الذي توصلوا إليه وماذا عن آخر اتصال مع الطائرة. بناء على الفريق الذي يعمل معنا، كانت في تمام الساعة 2:30 تماما، 32 دقيقة كان اتصال في 2:30. When was the last contact? متى كان آخر اتصال؟ كان في 2:30، أليس كذلك؟ It's 2:30. كان في 32 دقيقة، قد يكون قبل ذلك أو بعد ذلك بدقائق، ولكن بناء على التقرير اللي تم تقديمه سوف نقوم بنشر هذا في الإصدار الصحفي الخاص بنا. فآخر اتصال لنا بالطائرة كان في 2:30، آخر اتصال بين الملاحة المصرية وبين الطائرة المفقودة. Say it again please. هل يمكن أن تكرر السؤال؟ It was
هل كان هذا الأمر داخل الأجواء المصرية أم خارج الأجواء المصرية؟ آخر اتصال كان وهم على وشك الدخول إلى الأجواء المصرية، ولكن مع اتصالنا مع الملاحة اليونانية وجدنا أنهم كانوا على بعد 8 كيلومترات من الشواطئ المصرية. هل يمكن أن تؤكدوا أنه من الأمان أن نطير مع مصر للطيران؟ هذا مؤكد أن طرح مثل هذا السؤال لا يعني أي شيء بالنسبة لنا. هذه مجرد ادعاءات يتم إطلاقها ويجب أن يتم دراسة الأمر بشكل جيد. هذا السؤال الذي تطرحه لا يؤدي إلى أي شيء على الإطلاق. يجب أن يتم التعامل مع كل حادثة على حدة وأن ننظر إلى الحقائق والأدلة الموجودة، ننظر كذلك إلى أعمال الصيانة التي كانت تتم وسجل الطائرة، وكذلك يجب أن ننظر إلى الشركة التي تقوم بإدارة الطائرة والإجراءات المختلفة الخاصة بهذا الأمر. إذن لا يجب أبدا وأن نحاول القفز إلى أي نتائج وأن نعتمد على أي ادعاءات تقول أن هذا أمر فني أو أنه كان هناك خلل فني. الموقف قد يشير، وأنا أكرر هنا قد يشير، لأنني لا أريد الدخول أبدا في أي افتراضات، لا أريد الدخول في الافتراضات مثل الآخرين، ولكن إذا قمنا بتحليل الموقف بشكل صحيح نجد أن احتمالية أن يكون هناك عمل إرهابي هي أعلى بكثير من احتمالية وجود عطل فني بالطائرة. Not according to my information. So that's why we want to wait for facts. يجب علينا الانتظار للحقائق وأن ننتظر إلى التحقيقات وأن تنتهي التحقيقات. بعد ذلك سوف نقوم بإلقاء البيان الخاص بنا. البعض يقول أنه ربما يكون هناك انفجار، قد يقول البعض أن الطائرة انحرفت عن مسارها. أيا كان السبب في هذه المرحلة لا يمكننا أبدا القفز إلى افتراضات. أنت نفسك قلت قال البعض هذا وقال البعض ذاك. لم يتم عرض أي حقائق أمامنا على الإطلاق أو أي أدلة حقيقية كي تساعدنا على أن يتضح لنا ما الذي حدث. علينا أن نقوم بتحليل كل المعلومات التي تصل إلينا من شركائنا، وبعد ذلك يمكننا أن نقوم بإلقاء البيان الخاص بنا. كذلك لا تتوقعون أبدا أن سوف نقوم بإلقاء البيان الأخير أو البيان الخاص بنا خلال أيام مثلا. لن يتم هذا الأمر أبدا. فلننظر إلى التاريخ ولننظر ما الذي حدث مع الحالات المماثلة في الماضي. سؤال آخر مرة أخرى، بناء على بعض التقارير فإن الطائرة توقفت في تونس. يقال أن في بعض التقارير أن الطائرة توقفت في تونس قبل أن تذهب إلى فرنسا. هل هذا صحيح؟ كان هناك رحلة إلى تونس لكنها لم تتوقف. الطائرة تسير بناء على جدول معين، إذن هي لم تتوقف في المطار، لا، قامت برحلة إلى تونس وعادت مرة أخرى ثم ذهبت إلى باريس. إذن هي لم تذهب من تونس إلى باريس، لا. I don't know. ما اعرفش. لقد شرحت هذا الأمر باللغة العربية من قبل. إن الإشارة كان هناك خطأ تم ارتكابه من قبل أحد المسؤولين، تحدث عن إشارة ما وبعد ذلك اعتذر عن هذا التصريح وقال أعتذر، لم يكن هناك إشارة. وبعد إصدار هذا البيان الأول منه قمنا بعد ذلك بإصدار البيان الخاص بوزارة الطيران أنه كان هناك إشارة قد صدرت، وبعد أن اعتذر كررنا ما قاله أنه قد اعتذر عما حدث. لقد حصلنا على هذه المعلومة. أنا لم أرى البيان الخاص برئيس الوزراء، ولكنه حصل على نفس المعلومة من نفس المصدر. No. That was a mistake. كان هذا خطأ. ولا يوجد أي أنباء عن الصندوق الأسود. لا، ولا يوجد هناك أي إشارة.
لا يوجد أي تفاصيل عن الركاب، نوعهم، كانوا رجال كانوا نساء. تم الإعلان عن الجنسيات، ولكن هل هناك المزيد من المعلومات عنهم؟ مثل ماذا؟ أعمارهم؟ الأطفال الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة ما هي أعمارهم؟ يمكن أن نقدم لكم عدد الأطفال، وأنا أعتقد لا أعرف الأعمار، لا أعرف إذا كان يمكنني أصل إلى الأعمار أم لا. أعتقد أنها موجودة على النظام. ماذا عن المهن والوظائف الخاصة بهم؟ معظم الركاب لا يكتبون المهنة الحقيقية أو الصحيحة في الباسبورتات، ولكن كل ما هو مسجل لدينا على نظام سوف يكون متاحا أمامكم. كان اتصالا عاديا مع الطائرة وهي تمر بالأجواء. لم يكن هناك حديث عن أي مشكلات معهم في آخر اتصال بالطائرة. لم يتحدثون عن مشكلات فنية، كان مجرد اتصال أو إجراءات معتادة. كان اتصالا عاديا. ما هو السيناريوهات التي تعتقد أنه قد وقع أو قد حدث؟ أنا على يقين أنك لديك سيناريو معين قد يكون موجود بذهنك. هل يمكن أن تقول لنا عن مثل هذا السيناريو؟ أعتقد أن الوقت مبكر جدا للحديث عن أي سيناريوهات. أنا لا أريد أبدا أن أقوم بتقديم افتراضات مثل البعض في هذه المرحلة. Minister, I have two very specific factual الوقت مبكر جدا لإصدار قرارات أو إصدار بيانات بناء على أي افتراضات، بينما لم نصل حتى الآن إلى حطام الطائرة. لدي سؤالين بناء على حقائق. I don't understand, so can you say it again? لا أفهم سؤالك. هل تم رفع مستوى الأمن؟ هل تقصد في المطارات؟ لا، المستوى هو المعتاد. لدي سؤالين. السؤال الأول، هل يمكن أن تؤكد المسار الحقيقي الذي كانت تسير به الطائرة قبل الوصول إلى باريس؟ ما هي المطارات التي توقفت فيه الطائرة؟ خط سيرها قبل ما تروح فرنسا كانت فين؟ كايرو، تونس، كايرو؟ اوكي. الطائرة قامت برحلة إلى تونس ثم عادت إلى القاهرة مرة أخرى. إذا كان القاهرة تونس، القاهرة باريس، وكانت في طريقها مرة أخرى إلى القاهرة. والسؤال الثاني، هل يمكن أن تكون واضحا ومحددا بشأن منطقة البحث؟ هل منطقة البحث سوف تمتد؟ طبعا سوف تمتد. إذا لم يجدوا أي حطاما فسوف تمتد منطقة البحث، سوف يمتد نطاق البحث. وأعتقد أن الخبراء هم يمكنهم أن يقولوا كلماتهم بشأن هذا الأمر. عادة ما يقومون بالتوسع في إدارة البحث. هل يمكن أن تحدد بالطبع منطقة بحث معينة؟ نحن نعرف أنها بالقرب من كارباسس، جزيرة كارباسس. لا أعرف تماما أين تقع هذه الجزيرة، ولكنها في منطقة ما بين كريت وجزيرة أخرى في جنوب اليونان. نعم، أنا أعرف مكانها جيدا، ولكن ما هو المدى الذي يتم فيه البحث؟ لا أعرف. لا يوجد لدي مثل هذه المعلومات. كذلك ما هي آخر نقطة اتصال؟ أين كانت آخر نقطة اتصال بهم؟ ما هي الدقائق التي مرت بين آخر مرة تم فيها الاتصال وبين الاختفاء؟ بناء على المعلومات المتاحة هي 5 دقائق. 5 دقائق. هل لديك أي شيء آخر أكثر تحديدا؟ لا، شكرا جزيلا. Does it mean that the plane is our black box fleet is underwater and that's why هل يمكن أن نقول أن الصندوق الأسود الآن موجود تحت المياه لذا لا يوجد هناك أي إشارات منه؟ هناك احتمالية كبيرة لهذا الأمر. وبالنسبة للطائرة نفسها،
ما هو أعلى مدى لطيران هذه الطائرة؟ نحن نعرف أن هناك وقود على هذه الطائرة، هل يمكن أن يسمح لها بأن تسير بعيدا؟ أعتقد أنها يمكن، الطائرة كان يمكن أن تسير 6 أو 7 ساعات. أنا عارف، بس اديني المتوسط على حسب فالطيارة دي المفترض ان هو بيوصلها للديستنيشن اللي هي مطار المقصد، وبعد الديستنيشن تقدر تروح المطار الاحتياطي وتقدر تعمل هولد فوق المطار الاحتياطي لمده نص ساعه. ايوه، الرينج بتاع الطياره قد ايه؟ الرينج ده اللي هو لما يكون الطياره فول اوف فيول، بس هو الفيول عاده يعني الافريج بتاعها ايه؟ It can fly up to 6-7 hours, correct؟ يمكن أن تطير لمدى 6 أو 7 ساعات. نعم، يمكن أن تستمر ل6 ساعات مثلا. Definitely. هل هناك تعاون على المستوى المخابراتي؟ نعم، الدول تعمل بعضها البعض. هل هناك أي معلومات من جانب الاستخبارات؟ لا يوجد أي معلومات حتى الآن. No, I haven't said that. No. هل تقومون بالتنسيق مع الجانب البريطاني؟ لا، حتى الآن لا. قال وزير الدفاع اليوناني أنها انحرفت وسقطت فجأة. هل هذا حقيقي؟ ربما لقد قرأت هذا الأمر في الأخبار، ولكنني أتحدث عن ما أعرفه رسميا وما يوجد هناك أدلة بشأنه. قيل أن هناك احتمالية لمشكلة فنية. لماذا؟ هذا مرة أخرى قائم على افتراضات. عندما أقوم بقراءة الافتراضات وأقرأ الحقائق، نعم ربما يكون هناك احتمالية، ولكنني لا أريد أن أقوم بإصدار أي بيان بناء على أي افتراضات على الإطلاق. أود الانتظار حتى ننتهي من التحقيقات، وبعد ذلك يمكننا أن نصل جميعا إلى بيان واضح ومحدد. علي أن أذهب. Sorry. Minister, sorry. سيد الوزير، إذا كنتم سوف تقوم باستخدام كلمة مفقودة، ما هو البديل الخاص بطائرة المحطمة؟ ما هو البديل لكلمة محطمة في ذهنك؟ التحطم قد يكون بسبب مشكلة فنية أو عمل إرهابي. قد يكون هناك تحطم للطائرة بسبب عمل مشكلة فنية أو عمل إرهابي قد حدث على متن الطائرة. إذا كان هناك حادث مع ناس ليسوا أحياء، لا نعرف الأمر حتى الآن، لا نعرف، لسنا على يقين إذا كانوا أحياء أم لا. علينا الانتظار حتى نجد حطام الطائرة قبل إصدار بيان بشأن هذا الأمر. يمكن أقول لك أن هناك كثير من الافتراضات. باشا هات اخبار العرب معاك.